قصتنا اليوم عن ملياردير أسترالي من أصل عربي اسمه علي بنات. كان علي يملك ثروة بالمليارات، فأمام منزله الفارح اصطفى أسطول من السيارات المبهرة، وعلى رأسها واحدة تعد أقوى وأسرع سيارة في العالم، سبايدر فيراري، حيث تبلغ قيمة هذه السيارة وحدها 600 ألف دولار. كان الشاب الثري يلبس ملابس صممت خصيصا له من قبل أشهر بيوت الأزياء العالمية، فامتلأ بيته بالملابس والأحذية الرياضية والساعات والنظارات والأغراض الأخرى التي أعدت خصيصا له، وثمنها آلاف الدولارات. وكان في يده سوار من الماس قيمته 70 ألف دولار. باختصار، عاش حياة باذخة مليئة بالرفاهية والترف، إلى أن حصل ما غير حياته إلى الأبد. فحين بلغ علي 33 من عمره تم تشخيصه بمرض السرطان من الدرجة الرابعة، وأخبره الأطباء بأنه لن يعيش أكثر من 7 أشهر. بدلا من أن يستسلم للحزن والكآبة على حياته المترفة التي ستنتهي، قرر علي أن ما جرى له هو هدية من الله ابتلاه بها ليتغير نحو الأفضل. فبدأ بالتخلص من كل ما يملك من متاع الدنيا الفانية ليقابل ربه خاويا تماما إلا من عمله الصالح، فتبرع بكل ما يملكه بما فيه ملابسه، وجمع المال لينشئ مؤسسة خيرية اسمها المسلمون حول العالم، وهدفها خدمة فقراء المسلمين في كل مكان. وقامت المؤسسة الخيرية ببناء المنازل والمساجد والمدارس وآبار المياه والمراكز الطبية وبيوتا للأرامل والأيتام، وأمد المحتاجين بالإمدادات الطبية والغذائية، وبنى أول مقبرة للمسلمين في جمهورية توغو في غرب إفريقيا. ولأنه علم أن أيام حياته معدودة، قرر السفر للعيش بين الفقراء في إفريقيا، ووصف أيامه معهم بأنها الأسعد في حياته على الإطلاق، وهي سعادة لا يمكن شراؤها بالمال ولا تعوضها كل وسائل الرفاهية باهظة الثمن. عندما سئل علي عن سيارته الفارهة التي باعها أجاب: إن ابتسامة طفل فقير أفضل عندي من هذه السيارة. كسر علي توقعات موته، فعاش أكثر من 2 عام، أي 3 أضعاف ما توقعه الأطباء، لكن المرض تمكن منه أخيرا لتفيض روحه إلى بارئها. وكان يوم وفاته يوما حزينا على المسلمين في كل من أستراليا وأفريقيا، فشيع بجنازة مهيبة تحيطه مئات الآلاف من الدعوات المباركة التي سبقته إلى السماء. رحل علي بعد أن تيقن أن الدنيا ومتاعها لا قيمة لها أمام رضا الله والعمل الصالح، وأدرك الآية التي تقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.